هذه القصة تلك المعلمة أيها الأحباب اسمعوا ماذا تقول. تقول هذه المعلمة وهي مرشدة طلابية في تلك المدرسة، تقول استغربت من 3 أخوات. هؤلاء ال3 الأخوات يدرسون في صف واحد، والعجيب أن هؤلاء الأخوات كل يوم واحدة منهم تسرح و2 يغيبون. اليوم واحدة تسرح 2 يغيبون، بكرة تسرح الثانية و2 يغيبون، بعده تسرح الثالثة وال2 الأولى والثانية يغيبون. فاستغربت هذا المنظر يتكرر كثير، وهذا الواقع يعني غالبا دائما يتكرر. قالت يمكن عندهم أشغال في البيت، عندهم كذا. فكانت الطامة أيها الأحباب، وكانت المصيبة، وكانت تلك القاصمة التي والله قصمت ظهر كل من يسمع تلك القصة. تلك القصة أيها الأحباب، فإذا بتلك المرشدة الطلابية تنادي إحدى الطالبات، وعندما نادتها أيها الأحباب وجمعتها وأتت بها في مكتبها، فإذا بها تقول لها يا فلانة وش القصة؟ أنتم الآن كل يوم واحدة منكم تصرح وال2 يغيبون، وش القصة؟ ليش أنت تصرحين وخواتك يغيبون من المدرسة؟ قالت عندنا شغل في البيت. قالت لا علميني وش اللي عندكم، حتى أنه دخل بعض الوسوسة وبعض الشيطان وبعض الظن وكذا. فما كان أيها الأحباب الجواب من تلك الطالبة إلا أن دمعت تلك الدمعات على خدها، دمعت تلك الدمعات لتجاوب لتلك المعلمة عن ذلك السؤال. فكانت القصة تأثرت المدرسة، قالت وش القصة؟ فإذا بالطالبة يا أحباب تقول نحن والدنا متوفي وليس لهم عائل بعد الله عز وجل إلا والدتهم، ووالله والأحباب تقول ما يملكون مصروف اليوم ما يملكونه. بل والله يا أخوان أن الطامة أن هذه الطفلة أو هذا الطالبات إذا صرحت الوحدة منهم راقبتها المدرسة، فإذا بالوحدة إذا خلصت الفسحة تروح تدور في سطل الزبالة وانتم كرامة باقي السندوتشات اللي كانوا يأكلونها الأطفال. فبحثت عن السبب، فإذا بهم هؤلاء أيتام أيها الأحباب، والله ما يجدون ما يأكلون. والمصيبة أيها الأحباب بأن تقول تلك الطالبة أن السبب اللي ما يخلي أخواتها يصرحون معها إن ما معهم يا أخوان إلا 1 ريال واحد. والله يا أخوان تقول ما عندهم إلا 1 ريال واحد، يعني ثوب واحد هذه تلبسه اليوم، و2 يغيبون عشان بعده تلبسها وحده. ما تجد ما تلبس يا أخوان، والله الذي لا إله إلا هو أنها قصة حقيقية. تقول أنا ألبس الثوب هذا عشان خواتي يغيبون، عشان ما معنا ثوب، ما معنا إلا ثوب واحد، ونبقى على الثوب هذا يا أخوان. والأكل تقول والله ما نأكل إلا ندور الخبز اليابس ونحطه في مويه ونأكله، وحنا نتنعم بنعم الله عز وجل الظاهر والباطن، ونحن في نعمة نسأل الله عز وجل أن يديمها. فأقول أيها الأحباب كم والله من دمعات، والله كم من أناس ينطوون آناء الليل وأطراف النهار بالأمراض والآهات وأمور ما يعلم بها إلا الله عز وجل. لكن هل مسحت دمعة اليتيم؟ هل مسحت على رأس اليتيم؟ هل شعرت في حال الأمة؟ هل وقفت مع أناس أيتام وكفلت أيتام وحسيت بشيء من اللي يحس به الواحد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يحمل هم المسلمين ليس منهم. فقل أيها الأحباب ليس العبرة بأن نسمع الكلام الكثير هذا، لكن العبرة نطبق أيها الأحباب. ونادي من هذه الساعة أيها الأحباب أن كل واحد منا يمسح دمعة يتيم، كل واحد منا يبحث عن أبواب الجنة ويفتح له باب من أبواب الجنة، كل واحد منا يا أخوان يبحث بأن يكون مرافق مع محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. كل واحد يا أخوان من هذه الساعة يبدأ من بكرة يا أخوان، من بكرة من أنعم الله عز وجل عليه والله الذي لا إله إلا هو إن لم يقدم لنفسه خير والله ما أحد يقدم عنه. والله يا أخوان تاجر من أكبر التجار، والله يا أخوان الذي لا إله إلا هو أن أهل الخير وأهل الجمعيات يأتون يا فلان تبرع يا فلان أنفق، والله ما يعطيهم شيء. والله الذي لا إله إلا هو يا أخوان يوم توفاه الله عز وجل والله أن أبناءه ما اشتروا له من ثروته كفن حتى يكفنونه، ما اشتروا له كفن حتى يكفنونه، والله ما اشتروا له. يقول والله ما نشتري له، لأنه كان قاحط على عياله ولا يعطيهم ولا يتصرف ولا يتبرع ولا ينفق. فكان الجزاء من جنس العمل. مات أيها الأحباب والله الذي لا إله إلا هو أحد الأخوان في الجمعيات الخيرية تبرع عليه في مغسلة الأموات بكفن، وكفن ذلك الرجل وصلوا عليه وودعوه، وبقى ذلك المال، ووالله الذي لا إله إلا هو سيسأل عن ذلك المال كله وسيحاسب عليه كله وسيتركه كله. فأقول يا أحباب من هذه الساعة بكرة كل واحد منا الآن يسمعنا في هذه الساعة من بكرة أقرب جمعية عندك، أقرب جمعية خيرية، أقرب ندوة عالمية، أقرب ناس يدلونك على أهل الخير من بكرة، ولا بشرط أنك تحصل جمعية. اسأل عن البيوت، كل واحد منا في حارته اسأل البيت الفلاني فيه ناس أيتام، فيه أيتام. من بكرة أصير خلاص أنا أتكفل بالبيت هذا خلاص شهريا، أصير أتبرع لهم.